السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة أنا ومامتي. النهاردة هنعمل حاجة جميلة قوي وبسيطة، سريعة التحضير. لو حد جايلك فجأة، لو عايزة تعملي حاجة كده حلوة في نفس الوقت ما بتديش كالوريز كتير، هتلاقيها هي دي حاجة صحية جدا. يعني لغاية ما هناك ان فيها حبة سكر صغيرين، يعني مش هيبقوا مضرين قوي ان شاء الله. الوصفة باختصار او اللي احنا هنعمله النهاردة هي فروت سلطة او سلطة الفواكه. سلطة الفواكه دي يا جماعة بتتعمل بكذا شكل وكذا صنف وكذا مضمون، حسب رغبة الواحد. يعني كل واحد بيحب اكتر فاكهة ايه، اكتر مجموعة فواكه بيحبها ايه، وبيعمل الموضوع دوت. يعني احنا مثلا على سبيل المثال انا بحب التجميع اللي انتوا شايفينها ديت، اللي هي موز، فراولة، التفاح وكيوي، وساعات كمان بحط واحدة رمان واحدة بس. يعني ما بتبقاش بنفس الكمية اللي انتوا شايفينها ديت، لا هي واحدة بتدي بس ايه، شكل لطيف قوي. احب بس الفت نظركم ان التفاح بيبقى تفاح اصفر او تفاح احمر سكري فقط لا غير. ليه؟ لان لو انتوا جبتوا تفاح امريكاني هيسود تماما، وحتى التفاح الصغنن المصري هيسود. فهو التفاحين اللي يصلحوا لا اما الاصفر لا اما الاحمر السكري، واخص بالذكر يعني هو الاصفر، لانه برضو الاصفر فيه طعم حلو، يعني جميل، احلى كمان من التفاح السكري. تمام. هنا هو انا عندي 3 حبات تفاح اصفر، عندي 3 حبات كيوي، عندي نص كيلو فراولة، وعندي كيلو موز. دي كانت مكونات الفروت سلطات بتاعتي. تمام كده اهوت. آم، انا بس عايزه اقول لكم برضو حاجه مهمه قوي. في فواكه اذا احنا ضفناها للفروت سلطات بتخليها مسخه، ما بتخليهاش طعم، او بتفقد رونقها في التذوق. زي ايه مثلا؟ زي البرتقال. يعني ما ينفعش ان احنا نحط برتقال في الفروت سلطات. جربوا كده هوت في كوبايه مثلا او في طبق لوحده وانتوا بتقدموا، وحطوا برتقانه. يعني هتلاقوها مسخت الطعم شويه. اه طبعا حلو وكل حاجه وفايده وفيتامين سي، ما اعترضتش، بس انا بتكلم على الشكل النهائي. التوتال في الاخر هيبقى عامل ازاي الطعم؟ لا هيبقى فيها يعني مساخه شويه، تبقى مسخه. فخلينا في الحاجات ال- اللي هي زي ما انا بقول لكم ديت كده هوت، او نحط برقوق او نحط توت، نحط عنب، العنب الاحمر بالذات. كل ده شغال. ودايما دايما لما تيجي تعملي فروت سلطات ميلي اكتر للفواكه اللي فيها مزازه، بتديكي نتيجه حلوه قوي، وخاصه مع السكر اللي انت بتحطيه بتديكي في الفاينل نتيجه لطيفه جدا. طيب السكر اللي احنا بنحطه، احنا ممكن زي عوايدنا زمان، وزي ما مامهاتنا زمان، يعني امهاتنا زمان علمونا ميه بسكر، وبنعمل زي ما بنقول عليه المحلول السكري بتاع تسكير اي شيء، زي تسكير الكركديه، تسكير عرق سوس. وهو رمضان جاي اهو، كل سنه وانتم طيبين. وبرضه ان شاء الله نعمل الحاجات ديت مع بعضينا. بس انا لقيت افضل بدل ما بنقعد ندوب ونعمل، لقيت افضل ان احنا نعمل ايه، مش شربات، هو يعني ايه، شبيه الشربات. بمعنى ان هي ديت مثلا، دي عبارة عن نص كوباية سكر، وبرده ده حسب الرغبة. عايزة تقللي، عايزة تمنعيه خالص، آه، عايزة تحطي كوباية سكر، فيعني يعني ده حاجة تخصكم انتوا، ده حسب التذوق بتاع كل واحد. دي نص كوباية سكر، عليها كوباية مية، كوباية وربع كمان مية. سبتهم لغاية لما غلوا قد 5 دقايق أو 7 دقايق، وبعد كده حطيت عليها باكو ونص فانيليا، وطفيت وسبتها تستهدى. ومعايا كوباية مية ساقعة احتياطي، لأن أنا مش هينفع أحط الشربات. هو الشربات لسه سخن، بس مش سخن قوي يعني، رغم ان هو بيطلع دخنه، بس طبعا الدنيا ساقعه. فلا هو بص انا ماسكاه هو حتى بايدي، ما مش سخن قوي. فانا جايبه معايا ميه ساقعه عشان بس تعمل بالانس للموضوع، ما تبقاش الشربات نازل سخن على الفاكهه. تمام. هنبتدي نحط الحاجه في الطبق. بسم الله.
وبدل ما نخلطهم كده هو الاول نخلطهم في السائل عشان ما نبقاش قلبناهم مرتين يتهرسوا، او رونق الفراوله والكيوي بالذات علشان هم كفاكهه حاجه رقيقه كده او حاجه ضعيفه في نفس الوقت، ما يتهرسوش مني. تمام. فهبتدي اعمل ايه، هحط نص كوبايه من الميه الساقعه، وهنحط بسم الله الشربات. هنكمل الميه، نكملها كلها، وادي الشربات برضو كله. تمام. بس هنا بقى بسم الله نبتدي نقلب. التقليب هنا اسهل، لو كان من غير ما نحط السوائل اللي هي الشربات والميه كان هيبقى المعلقه بتعمل جامد في الفاكهه، ف يعني هتبقى في الاخر الشكل مش حلو في الطبق، تحس ان الفراوله مهروسه او الكيوي مهروس، فدي مش هتبقى احسن حاجه يعني. بسم الله نقلب بمنتهى البساطه كده بالراحه على الحاجه. على فكره احسن حاجه او احسن وقت ان انت تاكليها فيها تاني يوم، او انت لو انت عاملاها الصبح تاكليها بالليل، يعني تقعد مثلا 5 6 ساعات في التلاجة، زي ما يقولوا كده ايه، بتشرب من بعضها تاكل من بعضها، هتديكي نتيجه احسن بكتير، زي كده التورته لما تبات لي تاني يوم. اوكي. لكن انت طبعا اذا اذني مستعجله خلاص مفيش مشكله. ولو اني انصحك انك انت اذا خلاص هتعمليها وقتي لازم تقدميها دلوقتي، هتزودي شويه سكر وباكو فانيليا كمان عشان يعني الحبكه بتاعه الطعم. اوكي. بس وعلى فكره الفروت سلطات ديت تقعد في التلاجة لمده 3 4 ايام ما تسودش، مفيش حاجه اسمها تفاح يسود، مفيش حاجه اسمها موز يسود، مفيش الكلام ده، ونفس جمالها، وكل ما يعني ما بتقعد تحسي ان هي يعني بصي ظبطت بصراحه. وده كده هوت هيبقى الشكل النهائي بتاعنا بتاع الفروت سلطات، وادي الطبق غرفناه ويتقدم بألف هنا وشفا. في ناس بتحب تحط عليه كريم شانتيه، في ناس بتحب تحطه كده ساده، يعني انا شايفه ان ده كده خفيف وصحي ولطيف وسريع ومش مكلف، يعني مش مكلف، يعني حاجه بسيطه، مش حاجه غاليه زي الحاجات اللي بنجيبها من بره. يا رب تكون الوصفه عجبتكم واكون افدتكم. شكرا، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم بامر الله. السلام عليكم.